من بلاد اللغة بعيدة عن اللغة العربية، ولعل لغة أهل الصين صعبة. ونرحب بأخت أم كلثوم. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلي صوتك شوي أم كلثوم. ما شاء الله نشوف أم كلثوم عندها طلاقة باللغة العربية، والحين راح تتفاجئون أن هذه البنت الصغيرة كيف أنها حصلت على شهادات في اللغة العربية، في التفوق، في البنت المثالية، في علم العروض اللي أنا أصلاً ما أعرف علم العروض. فأم كلثوم تكلمي لنا شوية عن بدايتك في العطاءات الحلوة هذه، وشون أنت أصبحتي إنسانة منتجة ومعطاءة وأنت بهذا العمر. الحمد لله رب العالمين، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. بداية أنا يوم كنت صغيرة، أنا يعني كانت بدايتي صعبة شوي، لأن أنا شخصيتي حساسة وهشة. يعني لما أشوف شيء خطأ أخاف أجرح مشاعر الناس، فما أتجرأ إني أقول لها، أظل يعني أتضايق بروحي وأبكي بروحي من هالشيء خطأ. بس أنا قرأت حديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس، فحبيت إني أكون من الناس اللي الله يحبهم. يا سلام يعني عليك. أدور على أي طريقة عشان يعني رضا الله سبحانه وتعالى. فحلو إن الإنسان يعطي بدافع الحب. صح يعني. عفي عليك ام كلثوم، ما شاء الله. زين ام كلثوم، تكلمي لنا عن العروض وعلم العروض، وشلون انت يعني من الصين ولغه، شلون الان لغتك العربيه ممتازه ومتفوقه في اللغه العربيه ومتفوقه عموما يعني بالمدرسه، ومكرمتك مديره المدرسه بالطالبه المثاليه. شلون قدرتي انت توصلين حق النجاح بل التفوق في شيء اصلا ما هو من يعني من ارضك ولا من محيطك؟ هو الإنسان في داخل كل شخص فينا عنده بذرة، فلازم هو يسقي هذه البذرة عشان ينمو، الناس يجنون من ثماره ويصير أرضه فيها خضرة ويصير حياته حلوة كلها خضرة. ليش أردتي أن تكونين شاطرة باللغة العربية؟ ليش مو بالصيني وتصيرين منتجة بالصيني؟ أن لغة العربية لغة القرآن، أنا أحب يعني القرآن فيه أشياء عجيبة، لما أقراها أحس صراحة بسعادة، سعادة مو طبيعية. الله. فالقرآن يعني شيء أثر وايد بحياتي. فاللغة العربية يعني شيء ثمين بالنسبة حقي. يوم طلعوا إعلان إن علم العروض راح يقدمون دورة علم العروض في الجامعة، كنت بعاشر، ووقتها كنت منتقلة من المعهد الديني حق مدرسة ثانية عشان أخذ علمي. لأن أول شيء يقول عن النقطة إن المعهد الديني ما شاء الله يباتوا كلهم يهبلون، يعني ما شاء الله عليهم كلهم أهل دين وصلاح. فأنا شفت إن الناس اللي برا هم يحتاجون حق الناس ينصحونهم أكثر من بنات المعهد الديني، يعني كلهم ما شاء الله فيهم خير وقاعد ينصحون بعض، بس البرا يحتاجون أكثر. فقلت إني أطلع برا أنصحهم. وأنت تبين علمي بعد؟ إيه أبي علمي بعد. فقلت يعني اربط، يعني اخذ الشيئين هذا واخذ اجر من الله سبحانه وتعالى اني انصحهم، لانهم يبون احد يساعدهم. وبالنسبه حق علم العروض شنو عرفتي يعني؟ فيوم طلعت من معهدي رحت مدرسه ثانيه، كان بعاشر، كانت بدايه امتحانات واعلنوا علم العروض. فيعني شيء صعب ان فجاه انتقل الى علمي وبدايه على ابواب الامتحان.